سامحني انا اسف. ما اكلتش بقالي 3 ايام. ايه ده يا شهد؟ الصوت ده شبه صوت وليد اللي كان شغال عندي فرد امن. ووليد ايه اللي هيرجعه يا فهمي؟ ده فرد الامن اللي سرقنا. انت بتقول ايه؟ وبعدين اصلا ده زمانه متمرمخ في العز اللي سرقه مننا يا اخويا. لا يا شهد، انا عارف صوت وليد كويس واكيد ده وليد. يعني ايه هو يعني؟ ده زمان اللي سرقنا اصلا غني جدا، هيبقى شحات ازاي؟ استني لحظه يا شهد. بقول لك يا شهد، هو وانا متاكد ان ده وليد. هو شبهه قوي يعني، بس استحاله يكون هو. لا، انا دلوقتي ما بصيت عليه اتاكدت. انا عارف ان ممكن يعني يكون متسولين كتير، بس ده وليد وانا ما غيبش يعني عن وش. بقول لك ايه، انا هروح دلوقتي واتكلم معاه لان انا كنت بعتبره زي اخويا ما الصغير. تبطل بقى الحنيه الزياده دي، ما قلت لك مش هو. لا، انا متاكد ان هو، وانا لازم اروح اتكلم معاه لان انا كنت متاكد، كنت بعامله زي اخويا الصغير، كنت مشغله فرد امن هنا عشان اقف جنبه، بس عايز اعرف ليه سرقني ومشي. بقول لك ايه، انا هلبس الكمامه دي وهقعد كده اتكلم معاه واعرف ايه حكايته. فهمي اسمع مني، مش هو. لا، انا عارف ان هو. بقول لك ايه، تخافش بس، انا مش هاخد منك الموز. على فكره بقى، انا هجيب لك موز وتفاح وكل اللي انت عايزه، بس بشرط واحد، تجاوبني على كل الاسئله اللي انا هسالها لك. موز واكل كتير. موز واكل كتير. هجيب لك موز واكل كتير واي حاجه انت عايزها. اسال. هو انت اصلا شغال يعني متسول وكده وبتشد الحاجات من الناس، ولا انت كنت شغال شغلانه تانية؟ عمري ما كنت متسرد ولا متسرد. بس الدنيا وحشة. أنا شاب عايش في قرية بعيدة، فلاح. على فكرة الفلاحين أحسن ناس. صدقوا عندهم أمانة. بصرف على أختي وأخويا. كنت شغال، كان بيدخل لي دخل كويس. قبل ما أمي تموت قالت لي أنت راجل ويعتمد عليك وقد المسؤولية. خليك أمين على الحاجة اللي أنت شغال فيها. خليك أمين على الحاجة اللي مش بتاعتك أكتر من الحاجة اللي بتاعتك. كنت عايش مع راجل طيب. أول لما خلصت تعليمي وجيت هنا، رحت الراجل قلت له أنا معلم ابتدائية، اعتبرني زي ابنه. حضني وضمني الحضن، مكانش بيخلف. قال لي انت خلفتي في الدنيا. كنت بخاف عليه. مراته كانت ست قوية،